ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا جدعان والنبي حد يحضرنا يا جدعان، فرحان قوي. ده الجزء التاني من سلسله انا لسه مخترعها حالا بلا ملا فعلا، اسمها قصص كل ما افتكرها ما اعرفش انام. وعشان قلت لكم في الجزء الاول لو عملت 25 لايك هعمل جزء تاني، وده الجزء التاني، ف 100 لايك بقى لو عايزين جزء تالت. المهم انا كنت ساعتها لسه عيل في ابتدائي، في سنه كام بالظبط مش فاكر، وكان اللي بيحفظني قران ساعتها هي امي، وكانت حنينه شويه من ناحيه تحفيظ القران، يعني مش بالحنيه اللي انا اقصدها. بص انا كنت بتجلد، كان بيبقى يوم اسود لو ما طلعش حافظ اللوح اللي هي ادتهولي. عاوزين نعملك بني ادم. بس كل اللي كان بيحصل ده بقى جنه بالنسبه لي، عشان امي قررت في يوم ان انا لازم اروح كتاب، وانا ساعتها ما كنتش رحت كتاديب قبل كده. عارف انت منظرك وانت في اول يوم شغل، اهو ده بقى اللي يا ريته كان حصل معايا، لان امي وهي بتوديني كنت فاكر ان الشيخ هيقول لها تمام تمام خليه يجي بكره، وانا برضو كنت مستغرب طالما انا مش هروح النهارده مدياني مصحف وكراسه ليه. وهنا كانت اول غدره حصلت لي، لقيت الشيخ بيقول لها تمام خليه يدخل، امي هنا قالت له خد بالك منه بقى يا شيخ، وهوب اختفت. عاوز ايه؟ عاوز ايه اكتر من كده؟ وملاحظه يا جدعان، الشيخ ده كان عامل الكتاب فوق السطح، واحنا كنا في الصيف والجو كان حر موت، وفي عز الحر ده الزوز كان قاعد في زاويه كده وسامع دوشه، وواحد بيسمع هنا واتنين بيسمعوا هناك، والشيخ كان بيجلد في عيل هناك. الزوز عمل ايه بقى؟ قعد يعيط. هي دي اول حاجه جت في دماغي، ان اعيط. يا اسطى انا ما كنتش ساعتها فاهم حاجه، واللي فاكره ان انا لسه ساعتها ما كنتش دخلت تانية ابتدائي. هو انا بعيط مع نفسي لقيت عيل سئيل قال لي الشيخ ده في عيل بيعيط هنا، وطبعا عشان الشيخ ما يخليش اول انطباع ليا ان الكتاب ده ابنع، فقام مسمع لي واداني لوحه احفظه في الدار، وابقى اجي اسمعه عليه تاني يوم. فروحت وانا مبسوط، اللي هو ما الموضوع سهل اهو. وبعدين فهمت ان اللي خلى امي توديني الكتاب ان هي كانت فاكره ان انا لازم اختم القران هناك. المهم جه تاني يوم ورحت ابص يمين ابص شمال، الشيخ مش موجود. مين اللي موجود؟ مراته. من هنا عرفت ان مستحيل اخد يوم اجازه، لان مستحيل الاثنين يعيوا في نفس اليوم، وغير كده اصلا الشيخ ده كان ممكن يعيا مره كل 6 سنين مثلا، يعني عشان تاخد اجازه لازم بيتهم ينزل عليه نوم. هو انا بسمع خلصت اللوح وسكت، ودي كانت اكبر غلطه انا عملتها، لان بعد ما سكت الابله قالت لي ده اللوح بتاعك، قلت لها اه، قامت مدياني لوح جديد وبس كده، قرأتني اللوح ومشيت. ايوه فين الغلطه في الموضوع؟ هقول لك الغلطه كانت في ثالث يوم، رحت لقيت الشيخ اللي هناك وقعدت قدامه وسمعت اللوح وسكت، لقيته بيقول لي الايه اللي كانت بعد اللوح. وقف لي هنا لحظه بقى عشان افهمك اللي كان بيحصل. وهو بيقول لي الايه من منظور انا كنت فاكره بيقرني اللوح الجديد، بس من منظوره هو كان فاكر اني مش حافظ، فبيصحح لي الايه اللي بعد اللوح، لانه كان بيحسبه من ضمن اللوح بتاعي. وانا مش هقول لك ايه اللي حصل لان ده اللي حصل. طبعا بعد ما الموضوع اتفهم والشيخ عرف انه سوء تفاهم وصحح لي اللوح الجديد، كل حاجه رجعت زي ما هي ما عدا حاجه واحده بس، وهو ازاي ما اجيش الكتاب ده تاني. اصل ايه اللي ضمني يا اسطى ان انا ما اخدش نفس العلقه دي تاني؟ لازم ما اجيش هنا تاني. وبدات باول محاوله ان اقول لامي، بس طبعا وقعدت بقى اليوم كله افكر اعمل ايه عشان ما اروحش تاني يوم، وعملت خطتين. اول واحده ان مهد ان انا عيان بقى وكده، عشان تاني يوم امي بتصحيني اعمل نفسي عيان واغيب. هل ده كان هيغير حاجه؟ اكيد لا، بس المهم ان اغيب وخلاص. والخطه الثانيه ان اخبي المصحف والكراسه في مكان، وبعدين اقول لها مش هينفع اروح غير لما الاقيهم. وبدات تنفيذ الخطه. قوم يا زوز انا تعبان يا امي، ما تمسش، انا عارفه الحركات دي كويس. لسه هتكلم كده الخطه الف فشلت. يتم تنفيذ الخطه ب يا امي المصحف ضايع. واللي ما تعرفوش يا اسطى ان اخويا كان بيجي معايا الكتاب ده، هو اياميها اي حته انا كنت بروحها كان هو لازق معايا فيها. عمل ايه هو بقى؟ لقى المصحف، وبكده الخطه ب فشلت. واحنا رايحين انا عمال اسب له واقول له انت عيل مالكش 30 لازمه. طب صعبه كده ليه؟ يلا نهرب. انا اصلا ما حفظتش اللوح، سمعت اللي هو قاله من هنا وقلت له تمام يلا نهرب. وقعدنا على الحال ده 4 شهور، نصحى الصبح نطلع نلف شويه وبعدين نروح. وطبعا كانت المدارس بدات، وجي مع المدارس مشاكل جديده. اولا بقينا بنصحى الفجر عشان نروح نسمع وبعدين نمشي على المدرسه، والجو كان ساقع موت. ثانيا قررت خالتي فجاه كده ان ولادها لازم يجوا معانا، وده بالظبط الحاجه اللي كشفتنا. كنا بنوديهم لحد الباب وبعدين اقول لهم اوف انا نسيت الكراسه في الدار، هروح انا واخويا نجيبها. وبعدين نقول لهم اطلعوا انتوا دلوقتي. والموضوع ده ما طولش لان كلها 3 ايام وامي عرفت ان احنا كنا بنهرب بسبب ولاد خالتي. وامي اول حاجه قررت تعملها ان هي تودينا عند نفس الشيخ تاني، ورحنا له وامي قالت له ان احنا كنا بنهرب من عنده. هو بقى عمل ايه؟ فشخنا. بس الموضوع ما كانش وحش قد كده لان قعدت عنده يجي 2 سنين. الحاجه الوحيده اللي كانت بتفضلني الاوضه اللي بتقعد فيها بعد ما تسمع. يعني تخيل معايا سمعت وخلصت، بدل ما تروح يخليك تقعد في اوضه بتبقى حر في الشتاء وبتولع في الصيف، كنت ادخلها وانا ابيض طبيعي اطلع زنجي. وهو ده السبب اللي خلاني ما اروحش عنده تاني. بس مش هروب، لا، قلت لامي تنقلني عند شيخ تاني، بس طبعا عشان لا وقتي ولا مونتاجي يسمحوا لي امنتج فيديو بالطول ده، لاني حرفيا رحت عند شيوخ كتير وكل واحد ليه تجربه معاه سواء كانت حلوه او وحشه، فانا هوفر عليك وقت واخدك لاخر شيخ انا رحت عنده. كنت ساعتها في اولى ثانوي، والشيخ ده كانت سمعته سابقاه، بس كان عند الامهات سمعته حلوه، واحد بيحفظ العيال، بس عندنا احنا الشيخ ده كان عامل زي واحد رسام نمساوي كده، وعمل له نظام له هو لوحده، مفيش كتاب كان بيمشي عليه ساعتها. الكتاب بيبتدي امتى؟ الفجر، وفي كل الايام، مفيش اجازه يوم الوقفه، واللي يغيب يروح يشوف حد بس انا كنت رايح عنده وانا مطمن اكيد مش هيضربني يعني، صح؟
لما رحت عنده مشاني على نظام جديد خالص. انا كنت رايح اراجع عنده اصلا لان كنت خاتم ساعتها، بس هو قال لي لا انت هتختم عندي تاني، وبدا لي من اول وجديد بس من سوره البقره. واول لوح اداهولي كان 5/4 احفظهم واجي اسمعهم عليه تاني يوم، ولازم اكتبهم وانا ورايا مذاكره ومش عايز اكرر اللي حصل لي في ثالثه اعدادي. ولو انت جديد وما تعرفش اللي حصل لي هسيب لك بتاع هنا، روح شوف الفيديو ده. المهم الحمد لله رحت تاني يوم وطلعت حافظ، بس المشكله كان لما بيديني الواح اكتر غير الحصه واللي كانت كبيره برضه. واللي اكتشفته ان كل اللي بيروحوا عنده يا اما معوقين يا اما متوحدين يا اما عيال صغيره، ما شفتش حد هناك قد خالص. وده بسبب الموضوع اللي طلع عليه ان كسر رجل واحده قبل كده وهو بيضربها عشان ما طلعتش حافظه، ومن ساعتها ما عادش حد بيودي عياله عنده تاني. وللاسف امي ما كانتش تعرف الموضوع ده، انما اللي كانوا بيروحوا مثلا سواء اخوات واهاليهم مودينهم عشان يعرفوا يعملوا الواحد التمام ويجيبوا الثامن، وبعدين يودوا الثمانيه ويعملوا الواحد التمام عشان يجيبوا التاسع. وانا اظن كده فهمت. والشيخ ده كان كل شويه يضغط عليا اكتر في الحفظ، وكل يوم يزود عليا ايات اكتر من اليوم اللي قبله. ويا ريته كان بيديني المكرر اللي عليا في المدرسه، لا كان ماشيين على مزاجه. ولما قلت له لازم اخد المكرر تخيلوا عمل ايه، ضاف لي المكرر مع الصور اللي كنت المفروض احفظها. لحد ما جه يوم ما قدرتش احفظ كل حاجه لان ورايا مذاكره ومواد تانية وواجبات لتاني يوم، وانا عايز اوازن بين كل حاجه. ورحت ومخطط بقى اني لما اطلع حافظ يقول لي ما طلعتش حافظ ليه، اقول له لان انت مديني صور كتير احفظها واحنا مش في اجازه يا شيخ وانا ورايا دروس كتير يعني وكده. بس طبعا لما لقاني هنكت في اول 3 ايات اداني واحده بالخرزانه بتاعته، والخرزانه ديت كانت طولي مرتين 3، وانت لما بتيجي تسمع بتسيب بينك وبينه مسافه عشان تنزل عليك بالظبط. فكان لما بينزل عليك بيها يا اما تستحمل وتكمل تسميع يا اما تقعد تعيط وساعتها هيضربك تاني. المهم اداني المصحف وقال لي اقعد راجع، وانا خلاص بقى قفلت معايا كفايه لحد كده. قلت له مش هاجي تاني. لقيته بيقول لي لا اقعد سمع اللي عليك الاول وبعدين امشي ومش عايز اشوف وشك. ساعتها على العصر جدا قلت له هروح اصلي وهاجي اكمل حفظ. هو استنصح عليا قال لي سيب مصحفك هنا وروح. المشكله ان هو نفسه ما شفتوش بيصلي قبل كده، يوم ما بشوفه بيصلي كان بيصلي على النبي ويكمل لنا تسميع. المهم رحت صليت العصر من هنا وقلبت على الدار وقعدت مع امي وفهمتها كل حاجه ان انا مش عايز اروح كتاتيب تاني وعندي استعداد احفظ من الدار، غير ان انا خاتم يعني لو كل يوم قرات لي سوره او حتى ربع هيبقى كويس جدا. وهنا بقى اول مره امي توافقني وجد الله يحفظه راح قعد معاه وجاب المصحف منه واداهولي لان المصحف ده كسبته في مسابقه كان شكله حلو جدا وقعد معايا 4 سنين وما حصلوش حاجه. وبس كده ده كان اخر كتاب اروح. والله تجربتي مع كل الشيوخ اللي انا رحت عندهم ما كانتش الطف حاجه، هو بس كام شيخ كده اللي كان نفسي بجد اكمل معاهم، بس طبعا دول كانوا عواجيز قوي، فاللي كان بيموت واللي بيعيا واللي بينقل، بس ده اللي حصل. ولولاهم ما كانش زماني خاتم او حافظ حتى. ما عدا اخر شيخ ده انا مش طايقه لحد النهارده، وانا مش عارف الفيديو ده هياخد مني مونتاج قد ايه، بس طبعا من حجمه وشكل السكريبت انا هتعب فيه جدا. فلو عايز تنضم لعيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه وتخلينا تشجع ان نعمل فيديوهات اكتر زي ديت، عندك زر الاشتراك اهو، وده برضه فيديو متاكد انه هيعجبك لو اتفرجت عليه. سلام.